ازيكم عاملين ايه؟ حبيت ادردش معاكم شويه بخصوص المكعب ده، مكعب الروبيك او الروبيكس كيوب. اعتقد اغلبكم عارفينه اذا ما كانش كلكم، واغلب العالم كله يعرفوا المكعب ده او سمعوا عنه او شافوه على الاقل مره. مشهور جدا اصلا، ولعبه تعتبر من اكتر الالعاب شهرة على مدار التاريخ، وبالفعل هي اصلا اكتر لعبه مبيعا على مدار التاريخ. انتوا متخيلين المكعب ده اكتر حاجة اتباعت في التاريخ، سواء بقى للاطفال او للكبار او لاي سن؟ اللعبة الصغنونة دي تنفع لكل حاجة. كتير منكم بصراحة واخد فهم غلط عن المكعب ده، وانه حاجة صعبة جدا، وانه حاجة مستحيلة حد يحلها، والكلام ده كله. طبعا الحاجات دي كلها غلط خالص. المكعب ده يعني حله مش هقولك سهل جدا، ولكن حله ممتع. وانت لو عرفت الخطوات بتاعته انت حقيقي هتتصدم. اللي هو الفكرة اللي كانت موجودة في بالك عن ان المكعب ده انه محدش بيحله بقى الا اليابانيين والناس اللي الاي كيو بتاعهم عالي جدا والكلام ده، حاجات غلط كلها. المكعب ده اسمه روبيك طبعا نسبة الى الشخص اللي اخترعه، واحد اسمه ارنو روبيك. هو مجري وبروفيسور اصلا ومهندس معماري، اخترع المكعب ده. وتخيلوا قعد شهر كامل لحد ما يحله، يعني مع انه هو اللي مخترعه، ولكن علشان يحله لاول مرة خد شهر كامل. فده يبين لكم برضو، هو مش هو مش يبين حاجه، هو يبين لكم ان هو صعب. لكن هو مش فكره صعب، هو يبين لكم ان يعني ما ينفعش تستسلموا. هو ده الشخص اللي اخترعه خد فيه الوقت ده كله، ولكن الاحصائيه التانية اللي هقولها لكم هتصدمكم اكتر. اول مسابقه اتعملت لحل المكعب ده كانت في 1981، والشخص اللي فاز بالمسابقه ده حل المكعب. تخيلوا في قد ايه حل المكعب؟ في 38 ثانيه. انتم متخيلين الرقم؟ صاحب او مخترع روبيك ذات نفسه حلها في شهر، وراجل تاني ما يعرفش اي حاجه عن الراجل وما يعرفش اي حاجه عن الكيوب فاز في مسابقه في 38 ثانيه. وده رقم قياسي مفزع. انت ازاي تحل حاجه زي دي في 38 ثانيه؟ الرقم بقى اللي مفزع اكتر واللي هيصدمكوا اكتر، ان صاحب الرقم القياسي دلوقتي في حل مكعب الروبيك هو واحد صيني اسمه على ما اعتقد دوشينج دو. قدر يحل المكعب ده في 3.47 ثانية. واو، 3 ثواني ونص، نقول 3 ثواني ونص. انتوا متخيلين واحد قدر يحل المكعب ده في 3 ثواني ونص بس؟ اللي هو خد المكعب من هنا تك تك تك، اتفضل يا باشا. انت اللي هو ايه ده؟ فحاجة حقيقي، انت لو عرفت سر المكعب ده، انت بجد مش هتشوف هو قد ايه بقى صعب. بالعكس، انت بالنسبة لك هيبقى حاجة هتحلها في 5 دقايق، في 4 دقايق، في 3 دقايق، وممكن تحلها في دقيقتين ودقيقة كمان على حسب الممارسة. بالظبط زي ما قلت لك كده، هو بالظبط انت لو فضلت تمارس فيه تحله في ثانية جدا. مش عارف انا ايه ثانية جدا اللي, اللي انا بقولها كتير دي، ولكن هي الفكرة ان انت هتحله بسهولة قوي. إيه، هو عبارة بصراحة عن شوية تشغيل دماغ، شوية حاجات بتحفظها خفيفة وهتلاقي نفسك بتحله، والأكتر طبعا شوية ممارسة. بس بعد ما تعمل الحاجات دي كلها هتلاقي نفسك بتحله، يعني وهتتفاجئ من سهوليته. إيه، انا بصور الفيديو ده طبعا وان شوت، فهتلاقوني ممكن ايه بتلخبط في الكلام وكده، فاعذروني. إيه، ممكن اقول لكم كام حاجه حلوه كده، كام معلومه لذيذه بخصوص المكعب ده. إيه، المكعب ده عدد حركاته، يعني بصوا دي حركه ودي حركه وهكذا. ف عدد الحركات اللي انت ممكن تعملها بالمكعب ده مهوله جدا. يعني لدرجه ان انا ذات نفسي ممكن معرفش اقول الرقم، انا باينه لكم في الشاشه هنا. ولكن هو واحد وجنبيه 19 صفر، اللي هو كوانتيليون. مش فاكر، تقريبا 43 كوانتيليون و200 مش عارف حاجة و50 كوادريليون، بعد كده تريليون، بعد كده بليون، بعد كده مليون، بعد كده 256 ألف. دي عدد حركات المكعب ده. فخلينا نفترض نلعب لعبة كده حلوة سوا. خلينا نفترض مثلا ان المكعب ده، علشان انت عايز تشوف حركاته كلها، تمام؟ وانت الحركة الواحدة معاك بتاخد ثانية.
ف تمام، انتوا خليكوا بس معايا. الحركة الواحدة بتاخد ثانية منك، وانتوا عدد الحركات بتاعة المكعب ده هي اللي انا وريتها لكم في الشاشة. علشان تشوف حركات المكعب دي كلها بعينك هتحتاج ل1.4 تريليون سنة علشان تشوف حركاته كلها. 1.4 تريليون. انتوا متخيلين العدد؟ طب اقول لكم حاجة تانية اصيع. انتوا عارفين ان عمر الارض اصلا 1.4، لا مش 1.4، 14 مليار سنة بس. ده حرفيا عمر الكرة الأرضية 14 مليار سنة. يعني لو انت قعدت تعمل في حركات الروبكس كيوب ده من أول الانفجار العظيم لحد دلوقتي برضو مش هتلحق تشوف حركاته كلها. للدرجة دي ان المكعب ده استيعابه يعني او كمية الحاجات اللي فيه واللي ممكن تعملها فيه مهولة قوي بصراحة. في مسابقات كتير اصلا اتعملت للمكعب ده والحلاوة، وبصراحة بتبقى مسابقات جنونية شوية. في مثلا مسابقة ان انت تحله وانت عينيك مغمضة، ماشي. في مسابقة انك تحله وبرجليك، ها مش قوي. في مسابقة انك تحله تحت المية، دي برضو غريبة جدا. في مسابقة ان انت تبقى ماسكه وواحد تاني يقعد يمليك تعمل ايه والكلام ده كله. في كذا مسابقة بصراحة بتتعمل بخصوص المكعب ده، كلها مسابقات غريبة. في طبعا المسابقة اللي هي العادية خالص، اللي هو انت هتحله بقى في قد ايه او في سرعة قد ايه. زي ما قلت لكم ان صاحب الرقم القياسي الحالي هو 3 ثواني وخليها ونص، 3 ثواني ونص. فالمهم الفكرة اللي انا عايز اوصلها لكم ان حرفيا المكعب ده مش صعب، مش صعب خالص والله العظيم. انت بس لو فهمت كام خطوة فيه هتلاقيه تافه جدا، لا بمعنى الكلمة تافه قوي. انا كررتها كتير بس حقيقي ده اكتر حاجة مغلوطة في دماغ الناس، واكتر حاجة الناس لما بتشوف المكعب ده بتقول واو ومش عارف ايه، ويجوا ياخدوه يقعدوا يلعبوا فيه شوية وما يفهموش فيه حاجة فيرموه يقولوا ده مش ليفل تفكيري خالص، انا ذكائي محدود، انا عمري ما اعرف احله. واللي يتصور ان المكعب ده هياخد منه شهر كامل لحد ما يحله، لا يا جدعان مش كده خالص والله. مكعب سهل جدا، والله العظيم سهل جدا. انتوا اقول لكم حاجه، تتخيلوا ان المكعب ده انا علشان احله وقت فعلي تقريبا ممكن ما كملش معايا نص يوم. انا بالنسبه لي بصراحه المكعب ده كان لغز لفتره طويله جدا من حياتي، ودايما كنت بجيب المكعب وانا صغير وبقعد بقى اللي هو ايه اقعد احل فيه واعمل فيه بس حركات عشوائيه. ما كنتش مدرك اللي انا بعمله، يا دوبك بعمل كده بقى ايه ويا رب اللي هو بدعي. كنتش او في الاحرى كنت بفشل، او مش بمعنى بفشل ولكن ما كنتش بعرف احله بصراحة. لحد ما يأست خالص وسبته، وبعديها قررت دلوقتي ان انا اجيبه تاني، وقلت يا انا يا هو انا هحله، يعني هحله. وبالفعل حليته، وزي ما قلت لكم في اقل تقريبا من نص يوم. أه حاجة جميلة جدا، وحاجة خلتني بصراحة اشعر بفخر قوي. خصوصا ان في حاجة كده هقولها لكم، ان نسبة الناس على كوكب الارض اللي يعرفوا يحل المكعب ده اقل من 5.8. يعني 5 او اقل من 5.8 من يعني سكان الكوكب كله هم بس اللي يعرفوا يحلوا المكعب ده. ودي نسبة بصراحة قليلة جدا جدا جدا، خصوصا لان المكعب ده سهل تحله، سهل قوي. مجرد شوية خطوات على شوية لوغاريتميات وتشغيل دماغ وهتلاقي نفسك حليته، وفي وقت قياسي كمان. وهتشعر بالفخر قوي اول ما انت تحله، مع انها ممكن تكون بالنسبة لك لعبة او بالنسبة لك حاجة تافهة، بس انا بالنسبة لي ده انجاز ليا انا. مش ان انا حليته، انجاز ان انا حاجة كنت شايفها زمان لغز، كنت بستصعبها زمان جدا وشايفها انها الحاجة دي مش ليا. وده اكبر غلط كنت بعمله، ان انا اشوف الحاجة دي مش ليا.
الحاجة دي مادام غيرك عملها يبقى انت هتقدر تعملها. خد الموضوع ده قاعدة في حياتك كلها. لو حد عمل حاجة اعرف ان انت هتعرف تعملها. في فروقات عقل في فروقات جهد والكلام ده، بس انت لو عملت نفس المجهود اللي هو عمله هتعملها. ما تستصعبش حاجة في دماغك ابدا، وما تحطش يعني ما تحكمش على حاجة الا لما تجربها. دي نصيحتي ليكم بصراحة. اوعوا تحكموا على حاجة الا لما تجربوها. وجربوا المكعب ده، لذيذ جدا ومريح للاعصاب اوي. مش هطول عليكم اكتر من كده، وخلصنا. سلام. رينشف. وان شوت. عايز اقول لكم العذاب تصوير الفيديو ده رهيب. واللي اهو مكنه خرب بيت كده ازعاج طبعا، ومش مش هقص حاجه في الفيديو ده عشان ما تحسبوش ان انا بغش او كده. فكل حاجه بقى هتبان وكده، والتحتها والبتاع، فسامحوني بقى. فبس هو ده كان الفيديو. سلام.